اهلا وسهلا، السلام عليكم غزالات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يا ربي ان شاء الله الفيديو ديالي يلقاكم في احسن الاحوال، ناشطين فرحانين. ايوا اليوم انا فرحانه يا البنات، باركوا ليا. واخيرا المهمه كاينه ديال التصبين كيف ما كتشوفوا، اللي كنت كنتمنى قسما بالله ديالي كنت باغا ال جي لان انا دخلت اليوتيوب وقلبت احسن. يعني كلشي الناس شكروا صراحه الله ال جي. كنت كنقول انا ناخذ احسن ماكينه اللي غتبقى ليا دائما ان شاء الله هنا في الدار. يعني داري دابا نشري لها حاجه زوينه. ايوا والله الا خديت ال جي صافي، هي اللي كنت باغيه اصلا، وزدت قلبت وهذا وتاكدت. وكيف ما قلت لكم كنت بغيت نبدلها كنت بغيت نبدلها باللي فيها الساشلانج. داكشي علاش البنات اصلا انا ما فتحتهاش. يعني كنت بغيت نبدلها بهذيك اللي فيها الساشلانج، يعني كتخرج لك الحوايج ناشفين من الماكينه كتلبسيهم، يعني كتجففهم لك لواحد الدرجه يعني كبيره. صافي ينشفوا. ولكن دخلت عاوتاني وقلبت وبقيت كنفكر راني ما فتحتهاش البنات، ماشي اليوم شريتها والله مازال ما شفتها حتى اليوم. ما فرحت بها وفتحتها وشفتها معكم اليوم. ان شاء الله غتشوفوني فين غادي ندير لها بليصتها وفين غنركبها. كما كنتو عارفين كنت غنفتح ليها البيبان ديالي ديال الكوزينه، دوك جوج بيبانات الكوزينه، دوك البلاكارات جوج، وكنت غنخشيها تما حيت بلاصه عندي ديال ماكينه التصبين هي اللي كاينه تما تحت في البوطاجي، ما يمكنش ليا ندير فيها البنات. ولكن اليوم ان شاء الله غندير لها بلاصتها في الحمام كما قالوا لي بزاف البنات. اصلا فاش يلاه شريتها قالوها لي البنات، وصراحه لقيت بلايصتها ساهله تخشى تما مخيره بلا ما نضيع الكوزينه ورياب ودير، وخصو يجيو الناس الكوزينه وخص الرخامه التحتانيه تقطع. المهم لقيت لها بلايص هنا، وانتم شوفوا عطيوني رايكم كيفاش جات. بعدا قبل ما ندخلوها خاصنا نحيدوا داك الباب ديال الحمام، وخاص ضروري شويه دابا الروينه غتكون في الحمام غيتحيد داك البيدي حتى هويا باش غادي نركبوها في بلاصتو. ايوا والله يا البنات لا فرحه انا ما نقولش لكم. ما كنتش بغيت نفتحها كيف ما شفتوا، كنت بغيت نبدلها. كنت بغيت كما قلت لكم ناخذ هذيك اللي فيها المجفف باش بحال هكا في البارد اولا دائما بلا ما نبقى نشر قلت. ولكن فاش مشيت وسولت ودخلت اليوتيوب وهذا، بعد اولا بعد السيد اللي كيبيع الماكينات وداك الشيء وسولنا وهذا قال لنا راه الحوايج خصهم بعدا ضروري الشمس، هذه اول حاجه. يعني قال لنا خاصهم الشميشه باش كيطهروا، هي راه كتخرجهم لك ناشفين، راه بحال نشرتيهم في الحبل. يعني ديك اللي فيها الساشلانج راه كتخرجهم لك ناشفين، كتجففهم لك مزيان. ولكن البنات قال لي عاوتاني واحد الحاجه اخرى. قال لي الماكينه ما كتصبرش معاك بحال هذه دابا كتنشف. هذه راه كتنشف، راه فيها الفابور، راه كتنشف مزيان الحوايج. فهمتوا؟ شوفوا بعدا كاينه وحيدت هذاك البيدي اللي كان هنا، حيدو حميد ساهل في التحياد. يعني كتحلي لي غير الفيسات ديالو حيدته، راه حطيته تما. تنبغي نسيق الطواليط ونجمعها وداك الشيء عاد نحيدو الروينه في الحمام. ما نقولش لكم تماره والله العظيم هذا الشيء شحال خدا لنا ديال الوقت من الصباح كامل ومن نبيري وحنا معاه الروينه. ولكن المهم بقينا صابرين حيت حميد هو كيعرف لهذا الشيء صراحه، عنده معاه الماكينه التصبين كيركبها، كيركب اي ماكينه كيف ما بغات تكون. شوفوا كلشي كيركبوا زعما بوحدو كيعرف ليه هوايا، وعاد كيبقى مع داك الشيء بالعقل وكيركبوا لي على حقه طريقه، كيتكيس لي على الحاجه كيجيني حسن. المهم حيدنا الباب وركبناها انتما كيف ما كتشوفوا. غسلت الحمام هنا، راه درت فيها الدوره الاولى ديال التصبين، ودرت فيها البنات الدوره الثانيه ديال التصبين. كيف ما شفتوا راه عندي بريزه البنات هنا في الحمام، هذه هي البليصه. اعطيوني الراي ديالكم البنات. دوك التقيبات اللي كيكونوا تحت تسدوا بالسيليكون مزيان، الروبينيات تسدوا كلشي معقد. داك المسائل حميد هو اللي كيعرف لهذا الشيء. عطيوني البنات الراي ديالكم. عاد فاش غندير الزاج في الحمام غتبقى يعني الماكينه ما غيدخل لها لا ما لا والو. يعني حتى داك لا شاص غنعرف انني نغسلها زعما بلا ما نكثر الماء ولا تقيسها الماء ولا حتى شي حاجه. يعني التنظيف نظفها بلا ما ندير حتى شي حاجه. وفاش يولي الزاج دوش دابا ما غندوشوش فيه تركب ان شاء الله الزاج للحمام. الا جينا عاوتاني شي صيف ولا هذا نركب الزاج للحمامات. ها نتوما شوفوا الحوايج راه درتهم غير على 800 في داك التنشاف. وشوفوا راه كاينه 1200 كتخرج لك البنات صافي، يعني بحال ناشفين. غير 800 حيت انا تفرجت بزاف الفيديوهات في اليوتيوب زعما قال لك من الاحسن 800، وهذا ملي غنولي نسالي به هذا الرالونج غنولي نخشيه لتحت. المهم عطيوني رايكم كيفاش جات هنايا. غنقول لكم البلايصه فين كنت غادي نركبها في الكوزينه. انا نوريكم بلاصه. وهذا هو البنات اللي حيدت، هو خرجته انا غسلته مزيان 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 بالتير وجافيل. وهذا البنات راه بغيت نبيعو، اللي بغات تشريه راه بغيت نبيعو. الماركه ديال غوكا راه ماركه زوينه وبالروبيني ديالو بكل شيء ليه. هذا البنات سنحط لكم ان شاء الله في شي فيديو هكا خاص اللي بغاتو. راه باقي جديد هذا، راه راكم شفتوا الدار اصلا باقا جديده، باقي جديد، باقي بالملصقات هذوك ملصقين فيه بهادو ديالو بالروبيني ديالو بكل شيء.
دخلوا شوفوا الاثمنه ديالو. هذا غادي نبيعو ان شاء الله ب 1200 درهم بالروبيني ديالو، وراه ماشي البنات هذا هو الثمن ديالو. دخلوا وشوفوا الاثمنه البنات ديال هذا البيدي هذا، وما غيقول لكم واقيلا سميتو البيدي على ما اظن. المهم ديال غوكا، الماركه ديال غوكا، وراه غتعرفوا الاثمنه ديالو. يعني راه ثمن جد مناسب بالروبيني بكل شيء. 1200 درهم راه ثمنه جد مناسب. هادشي اللي كاين. حتى شي فيديو ان شاء الله ونحطو لكم، ونحط لكم النمره، واللي بغاتو تكون غير هنا في تطوان. هنا البنات فين غنفتح الماكينه، كنت غنفتح لها هاد جوج بيبان هادو، ولكن دابا غنبقى نستافد منهم في الكوزينه. كنت غنفتحهم وكنت غنخشي الماكينه تما، والجهه الاخرى راها ديال البنات ماكينه المعان. ولكن دابا ها انا درتو هنايا في الدوش اصلا متيسع، وعندي جوج حمامات. هذا غير ديال البيت النعاس ديالي، يعني ما غيكونش فيه الاستعمال زعما كاينات هكايا اليومي. وهذا يعني هذا غيبقى نقي هكايا. يعني المهم عطيوني الراي ديالكم كي جا. والبنات علاش ما شريتش البنات بعدا؟ شوفوا هذا الشيء راني شريته، غنوريه لكم دابا. ندوز الفيديو ونهضر معاكم. هذيك البنات اللي فيها المجفف قال لي بحال قال لنا شديتي شي ماكينه وخدمتي فيها جوج عقوله، يعني قال لنا دغيا كتخسر مع المده لا عطيتيها الجهد بزاف. يعني خصك تشريها وتبقاي مره فين تجف فيها الحوايج، يعني نيشان من الماكينه للباس. صافي وانا نولي قررت ووليت خديتها البنات غير هادي، وصافي راها مخيره وزوينه. ايوا صافي المهم نتسنى اراء ديالكم، قولوا لي كي جاتكم. وصافي خديت هاد المولات ديال الكيك. عرفتوا بغيت ندير لولادي الكيك، والله ما عندي فين ندير لهم الكيك، ما عندي حتى شي طاوات الكيك نهائيا. صافي شريت هذاك اللي فيه التقيبه الوسط، وشريت هذا كنحتاجو هذا بزاف. هذا الفوقاني كندير بزاف الكيكات اللي كيبغيو يتحلوا هكا، كتبغي ديريهم طبقات اولا شي حاجه. وخديت البنات هادو ديال الكيش، حتى هما الصراحه الله كنت واقفه عليهم. شحال من مره كنبغي ندير لهم هكا شيوات، كتبي ديري الكيش ولا شي حاجه. لقيت هادو عجبوني. حتى الكيش الا بعض المرات كنلصق كتهزي غير ديك اللعيبه التحتانيه كيطلع معاك. ايوا المهم تنجرب ان شاء الله شي كيك في الفران جديد. راني باقا عمرني البنات ما طيبت فيه، والله العظيم عمرني ما سخنت فيه شي حاجه ولا طيبت فيه. ايوا ان شاء الله حتى نجربه معاكم في الفيديو الجاي. نقدر ندير شي كيك ونجربه معكم. الصراحه باقا ما عارفه ليه ما حتى شي حاجه، ولكن المهم راه ساهل. اي حاجه راهي كتقلبي فيها وتبداي فيها، ومع المده صافي كتبدا تصدق لك فيها الحاجه زوينه. فاش كتكوني مولفه شي فران صافي كتجيك فيه الخدمه زوينه. ايوا صافي البنات راني شاركت معكم داكشي اللي شريت الصباح. دوزنا قلت لكم تماره، والله ما ساهل داكشي. حيت حيد فك حامد هذاك، وحيد الباب عاوتاني ديال الحمام على ما دخل الماكينه، حيت ما غاداش تدخل لا خلى الباب. ايوا المهم بقى داكشي بشوي عاد باش سيقت الدار وسيقت الحمام ورديت الدنيا كتشعل. وصبنت فيها الماكينه، جربتها درت الاول درتها خاويه، درت فيها واحد ساعه ديال المكانه ساعه المكانه دارت خاويه، ما فيها حتى شي حاجه فيها الصابون وخليتها كدور بوحديتها. عاد باش التصبينه الثانيه هي اللي صبنت فيها البنات كنت الحوايج. ايوا صافي دابا جيت البنات غندير طاكوس اليوم ديال الدار. كيجي غزال. جربوها البنات وردوا عليا. المهم هنا طحنت 40 درهم ديال اللحم كفته. درت غير اللحم فقط، يعني ما فيهش البنات لا شحمه لا حتى شي حاجه. قلت ليه طحن ليا برا 40 درهم كتجي زوينه هكا في طاكوس. ودرت هنا شويه ديال التحميره وشويه ديال الخرقوم وشويه ديال الابزار والملحه. وهنا كبيت شويه الحار في هذه الكفيته. الحار كيجي زوين في هذه الكفيته اللي كتبغي ديري بها هكا طاكوس. وهنا واحد المعلقه ديال المطارد باش كيبنن هذه الكفته ولا الطاكوس. لا كيجي واحد المذاق ديالو فيه غزال. صافي الكفيته ديالي خليتها دابا نبقى نحل فيها بحال هكا بهاد المعلقه الخشب حتى كتحل معايا وتشحر. وهنايا غادي ندير معاها عصير. المهم خليت الفريت ديالي راه كيطيب في القلايه الهوائيه، درتو هكايا باش يطيب وصافي. وهنايا كانت الباربه عندي قبيله تسلقات وسالات. صافي جيت باش ندير بها هكايا واحد العصير هكا بالليمون والباربه. صافي هنايا البنات طيبت نص الباربه البارح، واليوم عاوتاني طيبت النص. البارح سلقت النص واليوم سلقت النص. ايوا صافي البنات مهمه نتوما كما كتشوفوا ديك الخياره قطعت منها الاميره، وعاوتاني داك الشويه اللي بقى داك النص الكثير فيها تقريبا صافي درت منه هكايا العصير. خلطت الباربه يعني والخيار وصافي. هنا جيت غادي نعصر البنات الليمون. صافي نعصر هكايا الليمون باش نديرو فيها. واخا ما بقى لياش الليمون بزاف، والله ما بقى ليا بزاف، عاد خصني نشري. عرفتوا ما كرهتش شي واحد يكون كيبيع. انا راه كنستعمل الليمون بزاف كيعجبني. ما كرهتش دوك الخنيشات هكا كيكون فيهم الليمون كتير، تقريبا كيكون فيهم 6 كيلو 7 كيلو، كيتباع بثمن مناسب. كيكون هكا كيديروهم في دوك شنو سميتهم، والله تنسات عليا، بحال هذيك الطوموبيله اللي كتكون اللور ديالها عريان، تنسات عليا بيجو. في الطوموبيله ديك البيجو كيكونوا حاطين في الزنقه، ولكن ما عرفتهمش هنا فين كيحطوا في تطوان. ممكن يكونوا بالجمله، يعني الليمون كتشري كميه كبيره بالجمله كيتبقى مرخيص وكيبقى لك هنا في الدار تعصري فيه شحال ما بغيتي.
المهم حتى طحت عليه واحد السوق حامد مشى ليه قال لي كاين هنايا في تطوان، ما عقلتش قال لي واش بوجراح واش ما عرفتش. المهم فينا السوق قال لي زوين، فيه داكشي زوين وكيبيعوا فيه. قال لي تا خضره بالجمله. انا ما نمشي متاكده واش سوق بوجراح، انا غير قلتها غير حيتاش على فمي وصافي، والله ما متاكده مزيان. كون كان حدايا دابا كون سولت واحد السوق. قال لي المهم هو مشى لي حيت هو اللي كيخرج بزاف، انا راه ما كنخرج البنات بزاف، هو اللي كيدي الدراري الالعاب، كيدي هكا بعض المرات ايمن هكا للبحر. انا راه ما كنمشي، مازال اميره ما كنقدرش نصيفطها معاه للبحر، مازال ايمن ماشي مشكل. ايوا المهم ما علينا البنات. شوفوا هنايا راه العصير ديالي كيف ما شفتوا صافي طحنته، خليته كيبرد، درت معاه السكر صافي والليمون وهادشي اللي كاين. هنا البنات جبت الخبيزات ديالي ديال طاكوس. درت هنايا شويه ديال الموطارد وشويه ديال المايونيز وخلطتهم مع بعضياتهم. انا ما كيعجبنيش، انا راه مشيت تقديت، انا اللي تقديت هادشي. ما كيعجبنيش هذاك الصوص ديال طاكوس، ما كنقدرش عليه. واخا نبغي نشري طاكوس هكا ناكلو مثلا في الزنقه وكنقول لهم ما ديروش ليا دوك لي صوص ديال طاكوس، عرفتوا راه ما كنقدرش عليهم. مازال المايونيز كيعجبني وهكا الموطارد كيعجبني، وفاش كتخلطوا هذا المايونيز والموطارد كيعطيو واحد البنه احسن من دوك لي صوص ديال طاكوس اللي كيتباعوا اللي كيتباعوا زعما كيصاوبوا بهم الناس طاكوس. المهم انا ما كيعجبونيش هادشي. كاين اللي كيحموت عليهم كيحماق عليهم. كنشوف البنات في اليوتيوب نيت كيديروا بهم طاكوس، انا ما تيعجبونيش هذوك لي صوص صافي. مازال الحار كيعجبني، ولادي ما درتش لهم الحار نديرو انا في الطاكوس ديالي. كيعجبني الخس، عاوتاني درت الخس نيت كيجي واعر طاكوس هكا بالخس. ما عطيتش اللي ما لقيتهاش، تقادت ليا وما رديتش البال كاع، راها ما عنديش في الثلاجه صافي. المهم هنايا غسلت الخص مزيان ونشفته ودرته بحال هكا فوق من ديك الكفيته. ودابا غادي ندير الفرماج ما بين الفريته البنات وزعما والخص. غادي ندير الفرماج باش يلا يجي هكا داكشي دايب وزوين صافي. جبت هنايا الفرماج ديال الساندويتش هكايا واحد جوج القطع كنديرهم في كل واحد صافي. والفريت راه هو طيبته في القلايه الهوائيه جا مقرمل غزال فن 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 صافي. هو هذاك جا ما قليتو لا في زيت لا في حتى شي حاجه باش يجي هكا طاكوس صحي ديال الدار. وراه ماكله الدار البنات. شتو انا دابا ناكل طاكوس في الدار ماشي هي طاكوس ديال الزنقه. واش ما عرفتش واش انا بوحدي ولا نتوما. شتو كندير بيتزا ديال الدار وكتجيني بنينه واش طلع لينا داكشي الزنقه في الراس، والله ما فهمت. حيتاش كتكوني مضطره كتاكلي بيتزا في الزنقه ما عرفتش ما كتجينيش بنينه. كتصاوبيها في الدار كتجي كيف ما بغات تكون، كتجيك بنينه ولذيذه. ماكله الدار صراحه شي حاجه بصراحه صوبتيها في الدار ماشي هي داك اللي كليتيها في الزنقه. كلشي صراحه ديال الدار كيجي زوين. ايوا صافي. مهم صافي انا جايبه معايا هاد البانيني كيف ما شفتوا. اصلا ما كنستعملهاش تمايا في الشاون نهائيا معها، كنستعملها هكا غير الفران ديال الضوه فاش كنسخن كلشي. وما كنديرش لهم بانيني هكا بزاف. مازال هنا غيجي مع الصيف غنولي ديما نصيف هنا، يعني هنا غنحتاج اكثر من تما. عاد كنسخنوا فيها يوميا الخبز مع كيكون عندي الخبز في الفريغو يوميا كنسخنوا فيها صافي. يعني مهم هنا جبتها معايا هنا احسن صافي. هنا هو طاكوس طابليه داك ديال اميره طيبت جوج هما الاولين، واحد قسمته لها باش يلاه يبرد ليها. ايوا هذه هي الغديوه ديالنا. الفريت راه درتو الوسط ما خليتوش هكا في الطبيصلات. جا واحد الطاكوس ما نقولش لكم جا لذيذ وزوين وشي حاجه ديال الصيف. راكم عارفين دابا مع الصيف كتبغي شي حاجه اللي كتكال فهمتوا. كيجي احسن من الطواجن والمريقه وداك الشيء مره ولكن ديما بحال هكا في هذا الصيف الواحد يدير غير الشلايض والعصائر وهذا الشيء اللي كاين هو اللي كيدوز صافي. المهم هنايا حطيت لهم هكا يتغداو. هو كيفاش جا تحمر جا هو هذاك صافي. دابا هي غادي نحط لهم هكايا ان شاء الله يتغداو وصافي. وجلسنا ارتاحينا شويه وحامد هكا خرج في العشيه هكا الدراري الالعاب هكا طلعهم لهداك الكورنيش الفوق لعبوا هكايا شي شويه. انا ما خرجتش والله ما قديت البنات. عرفتوا انا وليت فيا الكسل والله ولا فيا العجاز على الخروج. والله ما بقيت كنخرج نقدر نخرج ما عرفتش علاش. وليت عرفتي لو بغيت نخرج كنبقى هازه الهم لديك الخريجه. ولا خرجت كيعجبني نمشي للبلايصه ديال الماعن انا كنخرج على قبل الدراري. والله لا خرجت كنخرج على قبل ولادي. الا بغيت نديهم هكا للبحر ولا نخرجهم هكا الالعاب يتساراو او لشي بلاصه ليهم. اما عليا انا زعما ما عنديش مع الخروج بزاف نهائيا كاع. ايوا صافي هادشي البنات اللي كاين. بغينا نهبطوا كنا المارتي اليوم والله الا كنا اليوم دايرين باش نهبطوا زعما قلنا هكايا المارتي في الليل. ولكن ما قديتش البنات عجزت ما قدرتش. قلت لحميد خلي صافي تا الغدا ان شاء الله ونمشيو للمارتيل هكا من ديك مورا المغرب ان شاء الله ونمشيو ليه
صافي هادشي البنات اللي كاين. المهم هانتوما هاد الطبيله راني كنكرطها هكايا، كنمسحها بالماء والشيفونه هكا نقيه بالصابون وهذا صافي كتكرط كترجع كتلمع. ايوا هادي هي النهايه البنات ديال الفيديو ديالي اليوم، كنتمنى يعجبكم. ولا يعجبكم ما تنساونيش من اللايكات ديالكم، التعاليق ديالكم الزوينين، وتهلاو في ريوسكم. تلاقاو ان شاء الله البنات في فيديو جديد ان شاء الله. بسلامه عليكم.